صدام حسين ما يزال على قيد الحياة، أما الشخص الذي تم اعتقاله وجرى شنقه ليس سوى نسخة من مجموعة نسخ طبق الأصل للرئيس العراقي، وقد يكون جاسم العلي أو ميخائيل رمضان، واللذين بدأا بالظهور بشكل مركز في العامين 97 و 98. هذا ما ورد على الموقع الإلكتروني بغدادالرشيد.com الذي يشرح هذه الحقيقة ويحاول تأكيدها بالاستناد إلى قرائن عدة، بدءا من تقريرين لطبيبين شرعيين، ألماني واسمه ديتر بومن وآخر إيراني واسمه محمد أساسيدي، اللذين ارتكزا في تحليلهما على تفاصيل وجهه وتفاصيل وجوه أشباهه فيما يتعلق بخطوط الوجه ومقاييس الأنف والفم والعينين والأذنين. كذلك جرى الاستناد إلى ما يميز بين لهجة صدام الشعبية وهي لهجة أهالي وسط العراق وبين اللهجات الأخرى لأشباهه. أيضا تمت الاستعانة بما قاله زعيم حزب الحرية النمساوي يورج هايدر، والذي شكك في اعتقال الأمريكيين للرئيس، مؤكدا أنها اعتقلت أحد أشباهه، وكذلك فعل وزير الخارجية الروسي إيبوري فيتوتوف. وتبقى العلامة الفارقة والتي تمت الإشارة إليها، وهي نقطة مثيرة للجدل، إنها غماز ذقنه الشهير. اليوم وإلى كل هذه الوثائق جاء التسجيل الصوتي الذي قيل بأنه القرينة الأبرز في تأكيد مقولة أن الرئيس صدام ما زال حياً. أقول لك أقسم بالله وبالعراق إنه هذا الفيلم المخزي اللي يظهره الخونة ما هو صدام حسين وخهدله، هذا رفيق ميخائيل الله يرحمه، وسوف تثبت الأيام إنه صدام حسين قائد عظيم لأمة عظيمة، وسوف يخرج خروج الأبطال. أشكرك على هذه المقولة حسن، أشكرك على هذه المقولة، لكن صدام حي. لكن في مختلف الحالات فقد باتت قصة إعدام الأمريكيين البطولية للرئيس العراقي مشكوكا فيها، فكيف يمكن الإثبات والجزم أنه هو وأين هم أشباهه؟